إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دالي وعشقي تربيركتي دولت. الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم ربيعا للقلوب وشفاء للصدور ونورا للعقول، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ve peygamberi yok. İnna lillahi Allah'ını ehline min halqihi şi halqınağı belgül beha ahloybu. Qalu sarxahtır ve men hum ya Resulallahi heydiyal ilçi malıj bıjyan. Qala ahlul Qur'ani Qur'an ahloy Qur'an andiyanakı hum ahlullahi diyal ahloy bıj ve khassatuhu dal şoş belgül beha khası boluş diyal ahloy bıjyan. İbadallah ve su Qur'anıgah واشتيد خبولش سقور أنا ثانية واشتيد يتبولش نقده كهيجج إيلش خلدت زي والله ما تابت حياة إلا بالقرآن دنيا خزم ده شانيو قرآن سامركا ولا نجاة كل حروالر مدات إلا بالاستمساك به سقور أنا حقوق طولش مركا وهو أصدق الحديث حديث صحيح بقدر دس وأشرف الذكر ديال حاق ويرا سيدولش دوا ديال حاق ويردس وفضله القرآن دس خلر على سائر الكلام قدوش قميالش تحي كفضل الله تعالى على خلقه شي خلقا تح ديال ويس خلر تره ازل دز دق قش قميالا يخي قرآن فخير الناس ناها ديكا برش في الدنيا دنيا شحه أهل القرآن قرآن أهل يبق تلاوتها كلها خير از قرآن ديشر درجة شيز ديك دولش دقس ولا تأتي إلا بخير إلا بالخير ديكش حمن ساما دواغش داتس قاقيت ميوش الله وشيه قرآن أهله يدول بي اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اشرح صدورنا للقرآن تعلما وتدبرا وعملا به يا رب العالمين وزي واقع وجدال وي ناقش وي دقاش حاديلت از قرآن عندي از قيد دي تسن إيلي تسن عملي تهنا وي قرآن حاضر بحن مشتت وي محكة قرآن بحن سي وعشقيت دق نخنب أقدين وشك قرآن ديشر قرآن دقا عندر تسنا بالج بوا بيد از مهتك تركليا ويتسجي دقة حيجات وكيجشنا عالزة مصطفى خواج محمد مصري هرزرج هزداق يوغو حاج مراد آرهر بيحكا سيلي دق عالم ناخه يبوغ وعاشق بلا ويميحكا قرآن ديشج بوانخ وعاشق تيخا خنب سبيلخا غودياري دال جيش دول سولبك مولا قونجش بي سولبك ويورت اتشرا إمام لحتا عالم سقور ve yurtta berkaden alınsa godal geç dol sodal qahitin bol. İşte o Mahmud gidiz oğun vecirici subel haqa higa duqqu çoht yoluş ham vaşaq diyalla sili mahkırı noqşi mahkırı arahar o Tatarstan yeri massi yolcuş mehti gişkirnaq vaşaq diha iz bolxı veytsigi dabi hab ahar dal şidu dol aharlar xaj aqwaş dol dal qabul sa dol suna veytsig viha او اماراتي احباش حالخيره شارجي اخشي ياخش غور دير امام ولجي ويدر مثل قدز بخدز دواقه خدوش ماجدير امام ولش سغويه واغر عبد الرحمن طاهر اغنى بوز متعالمش بوي محكر دال اغن زيرت قابل دولت او اربع قنيق شيد عبول
سمعتي بيرشت هم حال دوقج ازمتك بلغل واقج دوق حبيخ كاسيلي عالم نخبر قشهر عالم نخبر يرى اشتوارس وي مجلس مهتك خوزيا يروخو تسق امل حيقاشان هان سون اخان بركل آلخات يكيجي نخ وي خلر يبول حبي وي كيجيش نخ اشت برت بولج وعاش اهدالرغ تغن لاتر زامن اس هم بو اخان واجي مسني خم بو وي مسني بركل وال استا حاشن بركل ياكوي جزاك الله الخير يا شيخ اهلا وسهلا مرحبا بك شورياز دلي وهونغ ارحر سغوير وهونغ حيخما واشت هم قلت دوي قران علياتسا انس اخ ادر از اوس حبيخ خوز اون ثانيه وي محكيشنا چا خوزغلق دولش قران ديشر استيداق اثرجيخا اوز داغستانيره وي محكر كيگي نخبا هر ثانيه اخر خوز بول واشا بولرغه چا اهان خوز كيدش بر حيجاوسو شورياز دلي ساري زامسك حوت ويا حاشو از خاج مراد دي اخر نقاسن واغ از شي برتور حاوينه ترجمه الدوج مهتي جيبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله مخلصا له الدين حتى أتاه من ربه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ بكلامي أقول لكم إني أحبكم في الله. يوحن سيقمل دعدول الإحساء شوك آل بيزم برسة ديالدوح سين شدوك ليزلك. أقولها من قلب صادق وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وذكر من هؤلاء 7 قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. لكن ولش ديال قرديخج وصا زوينقي بولش بول بيزم بحن دولش ديال عرشن اندر غدواتش دينح ديال عرشن عندر غي ويقولدر ديال الچنو عليه الصلاة والسلام ما ألر ورختوا بيه ديال عرشن عيني خوغولش تحق قدول عدواتش دينح ساريغ تحطوا بحوخ يايتو ديال ويزرن تح واشا قيتا ديال قح شيل واشا بيزرن تح واشا قيتا ديال دوح شيل دوق بيزش دايحة كاستا بولش بولنخ. لم يجمع هذه القلوب الطيبة والوجوه النيرة في هذا المكان المبارك إلا حب الله عز وجل. ديك دولش دول سير دولش دول ديجمش يسير دولش دول يوحمش أوزي وعشق متيخا يحت أق بركتيش دينح ديال دوق ويزرومار. أيها الكرام، الحديث عن كتاب الله عز وجل والحديث عن القرآن لا تكفيه لا محاضرات ولا دروس، فالله عز وجل قال الله عز وجل عن كلمات الله عز وجل وعن علم الله عز وجل الذي أودعه في القرآن قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. الله عز وجل أودع في هذا القرآن علما لا حد له. ضرب الله عز وجل لنا مثالا قال تعرفون هذه الأشجار اللي موجودة في الأرض لو أن كل شجرة من هذه الأشجار تحولت إلى قلم وهذه البحار الموجودة والمحيطات لو تحولت إلى حبر إلى مداد وكتبت كلمات الله عز وجل وكتب علم الله عز وجل وكان بعد هذا البحر 7 أبحر، هذه البحار الموجودة لو كان بقدرها 7 أبحر ما نفدت كلمات الله عز وجل. كل هذا العلم أودعه الله عز وجل في القرآن الكريم حين قال ما فرطنا في الكتاب من شيء.
حمسر وجري ملدق أمل دوتراخ ديال كتاب دوزل تن معن دا تن دوزل حقيقة وقوات از دي أن وين دق يولجول ليكتش دق دولج دول درسش تو أدهت قاتشن بق وين لقن ولش دالشي قرآن شاخش دول حم ولو أن ما في الأرض أقلعت بوت ملدولج دول حم من شجرة جانيغ أقلام تاريخ قوال مش خلج والبحر فورد بولج من بعده تلطح فورد يمده إز حقواتش بيش حلبوزج من بعده 7 أبحر سنتيح ورخ أكيانز ورخ بوخ بولج بالفورد وحلبوزج مدادا يا أخي دس شاك ثاني ما نفدت كلمات الله ديال دشاش شكدد مداسر المعبر عنها عن معلوماتي تديال علم قحستا دوش دول حماجة حقيتش دول ديال كلماتش قواتشلود مداسر حنيالش ديال علم قح دولش دول كلام ديال كلام شكلي يولش دهت سجيك أميال مو دعدولش شك دوالش دهت صدوحة أزول دوحق دزد ويديت عدد دواتش ديال كلام. كل هذا العلم أودعه الله عز وجل في كتابه العظيم. يكفي هذا الكتاب عظمة أنه كلام عظيم. اشتدوش دول دوخدوش دول شيدال علم نغداق تدسيدوش دول كتابتش عشدوس ديات لقن والشدال. لذلك لا يوجد عمل يقوم به الإنسان أفضل من تلاوة القرآن الكريم. صدوحة سقوى حي جوج والعمل اشتيقي يزغ جوج والعمل ميات سيدوش دول ديال القرآن ديشرل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. بمعنى طيمر يوخ صلى الله عليه وسلم دال يوخ أن قرآن ديشرو مشغل وياسك شيغ ديخرغ از مشغل وياسك از لوج بولش ناخا تخلو اجر ديكر دولش دول حملو داس سيجر ديخش بولش ناخ ديخش دولش حمايل اجر ديكر درلو داس. معنى هذا الكلام: لو كان عندنا رجلان وجلس كل منهما ساعة، الأول يدعو الله عز وجل بقلب خاشع متضرع، والثاني يقرأ القرآن. الأول يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، والثاني يقرأ القرآن فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن، هذا الذي شغل بالقرآن عن الدعاء، يعطيه الله عز وجل أفضل ما يعطي هذا السائل. مثلا شسك تحن ساحة داخل سار أخي شباش تشن سجار تاع دل حلش أتي عادولش ديالك حاستن دولش دول دقت ثاني ديالك دع دجولش شوالا ولش ولسك الصحة قرآن ديشش دادي حق خلوش دال از قرآن ثاني مشغل خن ولش ولسجا سيخي واج ولشي نوقستو ديخش دولش حما يقر اجر ديكر دولش دول حملو دتسن. كلكم تعرفون الحديث الذي يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. تخيلوا كم من الأجر والحسنات يجمع هذا الذي يقرأ جزءا أو جزئين أو 3 من القرآن الكريم. وين مسن ينخزل وجدو حديث لك ألشن صلى الله عليه وآله وسلم از ياخد شوان ألف حرف ألف لام ميم حرف ده أم بغدا ألف حرف ده شوان لام حرف ده شوان ميم حرف ده شوان حار حرف عدك دال صادق يازو شوان از حار تصحدك اتدك قاتشل تصحدي بلوش خود شوان تاق مشتخيت وين وجري قرآن غر تصحجوز شجوز قجوز ديشا ولسك قرآن شك ديخ كاسك ميل بوخ ميل خبتسن. يكفي حافظ القرآن أن الله عز وجل لا ينزله بمنزلة الناس، إنما ينزله بمنزلة خيار الملائكة مع السفرة الكرام البررة. قاتشن بق از قرآن أهلوي بزخل رقاح از قرآن ديشش خن ولج ولسك وزخل رقاحة قبل نخ بوسجول فسمي وسقواحت ستار درجة خقواحت ديالي الچنشتي يقي وحي حقو حجدول سيدولش دول تندولش دول ملائكة ثانية تجيلنش ثانية خقواز قيمة دينه. وبالرغم من عظمة هذا القرآن العظيم وعظم أجر تلاوته وعظم أجر العمل به،
في آخر الزمان يشكو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه هجران الناس القرآن. قال الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروه. Так из Коран дезл хахейтиш дол. Из Корана дешер мелла боч да хахейтиш дол хадис агдак. Камял агдак. Паймару саллаллаху алейхи ва саллям قيمة لدوالوش خانحة из Коран дешер кезеглуш. Из Коран сани терку йры кезеглуш худеан. Дал Коран чу йох. Хайвезен дел. Е Коран юстер дехка. Коран сани واغو بلا خلرق ينخ. هجر القرآن أيها الكرام أنواع. أول نوع من أنواع الهجر هجر التلاوة، أن لا يقرأ القرآن إلا بمرور مدة من الزمن، وكان الصحابة يختمون القرآن كل أسبوع مرة. قرآن دتر يا أخشنا شمع عند حلخر معن فتأن شلطيحة اس قرآن ديشر دتر ده دقة خد عيخي تردد سو قرآن حمد يش جواتش أم بغدا ديال إلشن أصحابش ديال رياض خلصان حارك إرا تشك ديحكا قرآن تشك دوحكش خنب. هذا هو القانون العام السائد عند الصحابة، كانوا يختمون في كل أسبوع مرة. أما بعض الصحابة فكانوا يختمون القرآن في ركعة واحدة كما فعل سيدنا عثمان. فالنوع الأول من أنواع الهجر هو هجر التلاوة، أن لا يقرأ القرآن إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة. اشت تسانيق ديارجا الله تجدول حمخن حارك إرا ساعة القرآن شق دوحكش أما غدا أصحاب اشتيق إرا خيل صحابي خنو تسعن ركعة قح قرآن شق دوحكش ويأل ولوش ول عثمان سن ديال رياض خلصن تدوحا حلخر القرآن دتر ياخشن معن فت القرآن ديشر دتر ده. وكانوا يعتبرون من يتجاوز هذه 7 أيام هاجرا للقرآن وإن قرأ القرآن. تاخ القرآن ختمت سدش اس شق صدوحكش ورخ دي دالخي تاولوش والسق قرآن يستر وان سنة بوكتي خالور خرصار. النوع الثاني من الهجر هجر الاستشفاء بالقرآن. كان الصحابة يستشفون بالقرآن، إذا أصابه داء أو مرض فإنه يرقي ويشفي نفسه بالقرآن. شو الله دول داك فت ان شلتي حاله بس قرآن دترخ قرآن ثاني درب يتصر دتر ده حني الش ديال الشن أصحابش ديال رياس خلصان القرآن ثاني درب يتج القرآن قح يواجه الرقية تجيش شواش درب لخش خنب قرآن ثاني. وثبت أن الصحابي رقى ملدوغا لدغته حية بسورة الفاتحة فشفاه الله عز وجل. حديث قح ستاد ديال الشنو عليه الصلاة والسلام تو سكاربيونو يو احتاج خانح سانسجا فاتحة ديشا سورة الفاتحة ديشا ازرقية ديشا تسندر داخلر. إلزم في كل صباح وفي كل مساء قبل أن تنام بهذا الورد، اقرأ الفاتحة واقرأ أول 5 آيات من سورة البقرة، ثم اقرأ آية الكرسي، ثم اقرأ آخر 2 من البقرة، ثم اقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، واجعل هذا وردا تنوي به الاستشفاء من كل داء. حار عيرن حي عيرن قوالج خان حار سيرن حي دعوج لح أحين ورد دا دائم ليلة جول عملية حتيت لامز بسم ديشر بقرة سورة حلخر بقي آية ديشر آية الكرسي ديشر بقرة شق دوالج لاحتش دول شيء آية ديشر آمن الرسول يخرج دقش صوت إحاغة قرآن شق دوالج لاحتش دول قل هو الله شيء قل أعوذ عديشر ازورد دا حتيت حنيالش مسد الأزرق درب دوج لور دوج دشوانس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قرأ آخر 2 من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء: كفتاه كل شيء، كفتاه العين، الحسد، التلبس، السحر، الأمراض المعنوية والحسية. من قرأ آخر 2 من سورة البقرة. بيمرو صلى الله عليه وسلم حقيقة شناخ عالمنا حبيل قديحك شناخ دق عالمنا حبيل قديحك شناخ فتاوش از بقرة سورة شك دوالش لاحتش دول سنتحر شي آية عوج لح ديشش خنولج والسقا اج شي آية قواتشم ببتسن يوخ عالمنا يوخ في آخر دا قواتشم ببا لورويق وإز برقيخ حاغخ بوز بويتشلاخ
قوتش حق قيل حق دولش دولا لزريخ. حان وقت الصلاة وأنا لا أريد أن أطيل، لكن آخر استشفاء هو آخر هجر، أهم نوع من الهجر هجر ترك العمل بالقرآن. هذا القرآن أنزله الله عز وجل حتى نتلوه ثم نعمل به. تحر قوالا دولش دولداك ملغ دا أنشو دايس قرآن دا ترغت سو قرآن وياخش دولش حمن ثاني عمل يرد ترد حاني ألش لقن ولش دال وي قرآن دوس دات ويز عديش دولش سو حياخش دول حم ويقواتش دا دولش. وإذا قرأنا القرآن ولم نطبق ما فيه انطبق علينا ما انطبق على الأمم السابقة. قال الله عز وجل عن الأمم السابقة الذين كانوا يقرؤون كتبهم ولا يطبقونها قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، وأن يرزق كل واحد من هؤلاء حفظ القرآن، وأن يرزقكم جميعا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله عز وجل عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من قرأ القرآن ورتله وعمل به وعلمه وتدبر معانيه فذاق حلاوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وتلاوة كتابه. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. عباد الله، القرآن قرآن كلام رب العالمين درج عالم خلاش دياله كلام دس لا تنتهي عبره شيء تركم دات سبالش شيء لوج دو هم شيء قرقل دات سدوالش ولا تفنى عجائبه شيء تامش لين دولش دو هم قاش سلوش تلذ به الأسماع لرجش شيء مرزو يتش وتسعد به القلوب دجا شيء ديق الخلش استشعر حلاوته سقرآن مرزو كاشخني الوليد بن المغيرة وعك حين سمعه خزاچان وهو غير مسلم از امدلا واتش ولش زامن شح فقال يا لرسو والإيمان شح واتش خان شح والله ديالا دو بؤس إن له لحلاوة سقرآنية مرزو ميشانيان وإنه لا يعلو وما يعلى عليه از قرآن لقدات دولجده تسلق يتسحم سوسدات فللقرآن الكريم سيدولجدوش قرآنا حلاوة مرزو يتسن يستشعرها الإنسان أدمو قيتيش بسمعه حغزرت وقلبه دقت ويدركها بروحه شي سن ثانية وعقله شي حاقل ثانية سقرآن أزدعقوش. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيغمر وشاقون أخوير فقالت سؤال يا رسول الله هيدي الإلش رأيت زلة بين السماء والأرض تنطف أي سحابة تمطر سانقون أخشتوين ويبيغمر جوخسو يا رسول الله شين غبعر دينت سجلي نشتي لحتي نشتي قدانية مرخ حيواغش از مرخ ايسن معا سحابة تمطر دوغ عديل تجير از مرخ عسلا مدزع عديل دورسو وسمنا دهت عديل دورسو ورأيت أناسا أذن بارديرسون يتكففون منها يعني يأخذون منها بأكفهم كل جيش حلالياتها دعن سنة عدل خجدوا أسحم حلواتش أدم بعد ديرشين
فمستكسر دق حلوات جورور ومستقل ازك حلوات جورور از قمل سو حدش فقال أبو بكر رضي الله عنه ديال رياس هل أبو بكر يالر يا رسول الله هي ديال إلش إذن لي سنبورم دا فأعبرها ازغى أزد عدوس الدرس درج الدرس يعني أي سن معا أفسرها سن تفسير توخ الدرس فقال صلى الله عليه وسلم اعبرها عد عدوس يالر فقال أبو بكر يالر أما زلة از مرخة فالإسلام إسلام دهنس يعني. وأما العسل مجزي والسمن دهتي فالقرآن قرآن دهنس يرسو حلاوة العسل مجزي مرزو يوالحنس قرآن ولين السمن دهت سن حان يوالحنس كاد يوالحنس وأما الذين أجنخ يتكففون منه از قرآن از كل حالياتا از حلوت جلاتا نخ فهم اجي حملة القرآن قرآن دقع عمدي نخبر حمج يرسو قرآن عمدش نخبرش دال سارع دولدوي وقال الحسن البصري شيوخ رحمه الله دال قخيتن بولتسو تفقدوا الحلاوة دال ويزر مرزو لغلش في سلاسل قامتي في الصلاة لامزقع لغلش دال ويزر مرزو وفي القرآن قرآن قع لغلش وفي الذكر ديال حاغ قع لغلش فإن وجدتموها اسكور دواغي شاشت فامزوا وابشروا تنساني خياقلش تنسا سقردن بيلش تنق بيت إيستش دال قخيت ميوش دال سحماش مرزو إيس إيمان توفيق لولدوين ويل حال دابخا باقينخ مجدگيش دواتش قرآن دقع عمدي احتو باچان ديال ويزر مرزو إيتاير سر دال تون لامز قرآن مرزو إيس إيمان توفيق لولدوين إن حلاوة القرآن الكريم سيدلج القرآن مرزو يجدها اسكور يواخشان من أحبه از قرآن دقري زرسگا وعظمه از دزديش سگا واستشعر أنه خطاب من الله تعالى له دال شيك دجدوا خطاب ديال خطاب از دول كيت ديش سگا فعن عبد الله حديث بن مسعود رضي الله عنه ديال رياس خلصن قالت سؤال من كان يحب ديز جواسك أن يعلم خا أنه يحب الله عز وجل ديال ويزج وشين شين ديال مل ويزج وخا بيزم بولج ازوليه فليعرض نفسه على القرآن شي ديغك حجولس قرآن الثانية شي بيزم مشتب مرزو مشتي حجولس فإن أحب القرآن نجحسن قرآن دوق ديزج ازوليه هو يحب الله تعالى ديال دوق ويزج وشوانس هنا فإنما القرآن قرآن كلام الله ديال قميال دس ديال قميال دس نجحسن قرآن حون دوق ديزي ديال دوق ويزج وحا عز وجل حين قرآن ملمسل ديت حش حين ديال ملويس خود حنوخ ومن أحب كلام الله ديال كلام دوق ديزاسك أكثر من تلاوته از قرآن ديشر دوق ديش خو قص فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وي پیغمبر ور يجد حلاوة القرآن قرآن مرزو كوريو غجورس في قراءته ديشرقح مشت بتمهل وسكينة فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا هار قلب حق واسدش تنبولش إيلش قرآن ديشش خانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم عباد الله فحلاوة القرآن قرآن مرزو تزيد بكثرة التلاوة از قرآن مرزو سويوال شوان مش خان سويوال دو قرآن ديشش سويوالس سغوان واتش صبري ولش إيلج ولش وتمهل فيها من غير عجلة قال سبحانه ورتل القرآن ترتيلا شي ديش ديدش بس شي دوا حق دالوش قرآن ديش دال قرآن دي حيوخ بيك إن قراءة القرآن قرآن ديشر الكريم في الليل بيسن وي قرآن ديشش خلر والقيام به سو قرآن ثاني بيسن وي أرلاه تشخلر
أدعى لتذوق حلاوته سو قرآن مرزو ويدقى توخش سن مرزو قواشتش دو حمدقس أي سن معا إن ساعة الليل هي أشد توافقا بين القلب واللسان بيسن دو ساحتش بيسيان شان از ديشش خلش حدقى مهتاي تنبش دو حمدحنس عدعديشش دو قرآن حدقى شحدوت حنس وادفع للغفلة حديقة الغافل دعدو قشدحنس وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمر ستر دادوي على قيام الليل بالقرآن بيس القرآن ديشان لنجد حلاوته سن مرزو قواتش جيشوك بيس واش ديشان دق ناخ بيس قرآن أولا تابوش ناخ سيغا اسخا يغيو يلار خوز مرزو يرز يوخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيغمر يوخ دالر سلم واش خلصن من قام بعشر آيات آية ثانية أرئتاسك لم يكتب من الغافلين غافل بوجناها يزوج واتس ومن قام ب100 آية آية ديشش أرئتاسك كتب من القانتين دال طبيزا ناها يزوج ومن قام ب1000 آية إزر آية أرئتاسك كتب من المقنطرين أيس معا المكسرين من الأجر والثواب دال دق يول مل لجبوش ناها يزوج دال سارع دول بي عباد الله إن حلاوة القرآن قرآن مرزو يتذوقها كل من استمع لآياته ووعاها بقلبه سن لدو خجوالشو شي دقشو ازلور دجوالشو سو قرآن مرزو قواتش واسقوس وقد أمر الله تعالى لقن والدال أمر دادويك بالإنسات إلى كلامه شي كلامك لدوغ يعني وربط ذلك برحمته وي اشتخولي دال شي قخيتم ببيانه سنغ قخيتم خيت تبدال فقال سبحانه دال يوخ وإذا قرئ القرآن قرآن ديشش خلش فاستمعوا له سن لدوغلش وانصتوا صوصلش لعلكم ترحمون دال الشيخ قخيتم ببوش قمال صوص ديلش قمال يخدولش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إلى القرآن الكريم سيدوش قرآنك لدوغش هنو بيغمر ويجد لذلك محبة وحلاوة سحمو مرزو القرآن ديزر صودو أقشدو حمدقس فقال صلى الله عليه وسلم ويبيغمر يوخ لعبد الله بن مسعود واق رضي الله عنه اقرأ علي سونتح قرآن ديشل لدوخ الدراسة قال سؤالر أقرأ عليك وعليك أنزل حوك دوست لي دقس حون از مش ديش الدزيان قال إلشن يالر إني سو أحب أن أسمعه من غيري قشنجر لدوخر ديزج وسيار خوش خيتج وسيار فقرأت ديشر أزيوخ سو عبد الله النساء يا سورة حتى إذا بلغت سقات شلس قرآن ده فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مش خد مصدى أمة شيتش وحوالش أمة ده أق أمة ده تشولش حوالش قيمة دينا يعني ازمتي قاتشز ديشر از يوختسو رفعت رأسي سيكورت حلقي بر از يوختسو فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تصل پیغمبری برگ خی اوخش برگ دیرسون یوختسو اشت پیغمبر لدو غرس بيت يتشحنو وين حقيقة مسل دس اللهم بزن ديال شفع فينا القرآن قرآن سخوان دوش قيمة دينا تخون شفاعة دوش دي لحتخو وزيادة في إيماننا إيمان از قرآن بحنسي صودة دوش دي لحتخو وتهذيبا لأخلاقنا تخوغح دوش دو غلقش سو قرآن وخزد دوش دي لحتخو وبركا في بيوتنا تخزين وش تداخرقح سو قرآن بركة سودة خلابزن ديال ونورا في حياتنا تخدين دولشان سو قرآن ليرتسا دواخ دي لحتخو وشفاء لصدورنا تخدقشح تخون ديغمشكح از قرآن درد دي لحبزن ديال ورفعة لدرجاتنا تخدرجشكح لق دواخ دوا بحن قرآن دي لحبزن ديال وتكسيرا لحسناتنا تخدكش دقدش دوا بحن دي لحبزن ديال ورحمة قخية بلعس تنزلها علينا يا أرحم الراحمين تخون تحا بوصل ملوشن تحا أي عد بيلغ بيش قخية من بحن قرآن دي لعبزن ديال
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.